عمرك لاحظت انك بتميل تصدق الاشخاص او الشخص اللي شبهك؟ يعني في شكله وفي افكاره وفي لهجته وحتى في طبقته الاجتماعية. هل لاحظت ده؟ خليني اوضح لك الموضوع ده بمنتهى البساطة. اولا، العقل بيحب المألوف، يعني عقلك بيحب الحاجة اللي شبهه واللي يفهمها واللي بتكون قريبة منه، لان المألوف عنده بيساوي الامان، واي حاجة مختلفة زيادة شوية العقل بيخاف منها. ولكن لازم ناخد بالنا من نقطة صغيرة جدا، إنه التشابه ده بيقلل الحذر. يعني لما حد بيتكلم بطريقتك بنفس الكلام اللي انت بتتكلمه وبيشاركك نفس اهتماماتك، العقل هنا بيقلل مستوى الدفاع، ومن غير طبعا ما تحس بتفتح له باب الثقة أسرع. ومش باب الثقة بس، ده باب الشقة وباب الحمام كمان. يعني خليني أقول مثال بسيط، وده للناس اللي هم عندهم بيزنس أو عندهم مشاريع. لو في 2 جولك لحد عندك والاتنين معاهم نفس الفكرة بالظبط، ولكن واحد فيهم مختلف عنك تماما والتاني متشابه معاك في كل حاجة، حتى وهم بيعرضوا المشروع الاتنين عندهم نفس الكلام ونفس الطريقة بالظبط، أيهما تختار؟ أعتقد إنك هتختار اللي شبهك بالظبط. ليه؟ هل ده منطق؟ أعتقد لأ، ولكن العقل هنا بيحس إنه في انتماء صغير حصل. طيب هل ده خطر؟ أكيد ده خطر. ليه؟ لأننا هنا مش بنقيم الفكرة، إحنا بنقيم الشخص اللي قدم الفكرة. يعني لو الشخص شبهنا أعتقد الفكرة هتعدي بسرعة. طيب نقول مثال من حياتنا اليومية. في مؤثر على السوشيال ميديا بيحكي نفس لهجتك ونفس طريقتك بالظبط، وعنده نفس الخلفية بتاعتك، وبيحكي تجربة حتى لو مفيش معاه دليل علمي الناس كلها هتصدقه. طيب ده حصل ليه؟ لأن التشابه هنا خلق ثقة سريعة. ولكن أنا عايز أوضح نقطة مهمة جدا، إنه التشابه مش معناه دايما إن يكون فيه صدق أو يكون فيه ثقة كبيرة، والاختلاف مش معناه إنه يكون فيه خطر. ولكن عقلنا البدائي بيخلط بين شبهنا ومين اللي نآمن بيه. احنا فهمنا دلوقتي انه الانتماء بيربط والامل بيحرك والخوف بيسرع والتشابه بيفتح الباب. لو حد عارف يقلدك او يلبس لبسك او يتكلم بطريقتك، هو كده قرب منك خطوة. يعني نأكد تاني انه مش كل اللي شبهك صادق، ومش كل المختلف عنك غلط. وهنا العقل بيحب المألوف، ولكن الحقيقة دايما يا صديقي مش مألوفة. بكرة بإذن الله هنتكلم عن حاجة أعمق، ليه التكرار لوحده ممكن يحول الكذب الحقيقة في دماغنا.